بص يا عم، هوعدك وعد. لو ما ضحكتش من اول نكتة اخرج من الفيديو، بس لو ضحكت هتدوس لايك واشتراك للقناة. واحد طلع من الجامع لقى جزمته اتسرقت، فوقف قدام الجامع وقال اقسم بالله لو الجزمة ما جاتش دلوقتي لا اعمل زي ما ابويا عمل. فالناس اتجمعت حواليه كده وعايزين يشوفوا ايه اللي حصل، فبيقولوا له هو ابوك عمل ايه؟ راح قال لهم تاني اقسم بالله لو الجزمة ما جاتش دلوقتي لا اعمل زي ما ابويا عمل. فراحوا الناس جايبين له الجزمة، قالوا له ابوك عمل ايه؟ قال لهم روح حافي. جماعة محششين قاعدين في خيمة وعايزين يولعوا، ما معهمش كبريت، بعتوا واحد يجيب لهم كبريت. خرج من الخيمة ودخل لهم من الناحية التانية، قال لهم سلام عليكم، ما لاقيش معاكم كبريت؟ قالوا له اقعد اقعد احنا بعتنا نجيب. ظابط مسك 3 شباب بيحششوا في الشارع، فجه يركبهم عربية البوكس، صعبوا عليه، قال لهم اللي هيقول لي جملة آخرها كلمة لأ هروحه. الأول قال له يا باشا أنا شربت بانجو وشربت حشيش، بس إن ظابط كلمني لأ. قال له جدع ياض روح. التاني قال له يا باشا أنا سرقت وقتلت، إنما أركب عربية البوكس لأ. قال له جدع ياض روح. التالت قال له يا باشا أنا لو قلت لك الحقيقة هتصدقني؟ راح الظابط قال له لا. قال له طب روح انت يا باشا. واحد محشش بيسأل صاحبه، بيقول له ليه الجراحين لما بيجوا يعملوا عملية بيحطوا كمامة على وشهم؟ قال له عشان لو العملية فشلت محدش يعرفهم. واحد محشش معدي كده بالصدفة فلقى عزا، فقال لك لما اخش اعزي واخد ثواب. فدخل قعد جنب واحد فبيقول له هو المرحوم كان شغال ايه؟ قال له كان حفار قبور. قال له شوف يا اخي، من حفر حفرة لاخيه وقع فيها.